كتير بتخلط بين التسويق والنمو، وده زي اللي بيخلط بين باسم مرسي وكريستيانو رونالدو. الاول يعمل موسم او اتنين جامدين وبعدين يختفي، التاني بقى مش مجرد موهبه، ده ذنب التفاصيل اللي بتخليه على القمه سنين طويله. انا علاء عبد العاطي، وده مش تنظير، دي الاداره تحت الميكروسكوب. التسويق هو كل حاجة بتعملها علشان تجذب الناس لمنتجك أو خدمتك، إعلانات، بوستات، إيميلات، وكل أنواع الدوشة اللي بنسمعها كل يوم. زي إنك تفتح مطعم جديد وتعمل حملة إعلانية كبيرة تخلي الناس تيجي أول أسبوع. بس خلي بالك، التسويق لوحده مش كفاية. تقدر تبقى أحسن شيف في العالم، بس لو المطعم بتاعك ما فيهوش استقبال ولا كراسي كويسة وخدمة مريحة، الناس مش هترجع تاني. وهو ده النمو، هو إن الناس دي تبقى عملاء مخلصين يرجعوا كل أسبوع ويجيبوا أصحابهم معاهم. يعني المطعم مش بس يبقى مشهور، لكن يبقى المكان اللي الناس بتوصي بيه كل مرة حد يسألهم إيه رأيكم ناكل فين. التسويق هو إنك تكسب معركة، لكن النمو هو إنك تكسب الحرب. ممكن تعمل ضجة حوالين منتج جديد، لكن النمو هو إنك تبني نظام يخلي المنتج ده يفضل يبيع حتى بعد ما الحملة تخلص. زي مثلا تطبيق نتفليكس، بدأوا بإعلانات ضخمة، لكن النجاح الحقيقي كان في بناء نظام بيخلي العملاء يفضلوا مشتركين من غير ما يحسوا. التسويق هو إنك تلفت انتباه الناس، لكن النمو هو إنك تخليهم يفضلوا فاكرينك. الإعلان ممكن يجيب لك ملايين المشاهدات، لكن النمو هو إن الناس تحس إنها جزء من حاجة أكبر. زي أبل، مش بس بتبيع منتجات، لكن عندها مجتمع من العملاء اللي بيدافعوا عنها بشراسة. التسويق هو إنك تجذب الناس مرة، لكن النمو هو إنك تخليهم يرجعوا تاني. ممكن تعمل عرض مغري في أول أسبوع ويجيب زحمة، لكن النمو هو إنك تخلي الزحمة دي مستمرة حتى بعد العرض ما يخلص. زي ما عملت سلسلة ستاربكس لما بدأت تطلب من العملاء يكتبوا أسمائهم على الأكواب. حركة بسيطة حولت كل عميل لوسيلة تسويق متحركة. التسويق هو إنك تكسب الزباين، إنما النمو هو إنك تبني علاقة معاهم. الإعلان ممكن يجذب ليك ناس بسرعة، لكن النمو هو اللي بيخليهم يفضلوا معاك على المدى الطويل. وفي الآخر لازم تفهم إن النمو مش إعلان بيتحط مرة ويجيب نتائج للأبد. نمو يعني تجربة مستخدم مظبوطة، دعم فني سريع، خدمة عملاء محترمة، وبراند الناس مش بس بتحبه لكن بتدافع عنه كمان. هو نظام متكامل من التجربة والتكرار والتعلم. كل خطوة في رحلة العميل ليها تأثير مباشر على الأرباح. اسأل نفسك كل فترة، أنا مجرد بعمل حملة بتبيع ولا ببني براند يعيش وينمو على المدى البعيد؟ لو عجبك الفيديو وعايزني أكمل في سلسلة إدارة تحت الميكروسكوب، اعمل لايك وفولو، واكتب لنا في الكومنتات إيه أكتر براند كان فيه تسويق جامد بس من غير نمو حقيقي.